أصبح الآن يخاف على أولاده خوف الجنون، فالشوارع أصبحت غابات، وأصدقاء السوء لا يقصرون، والهواتف أكملت على البقية الباقية. والحل من وجهة نظري يكمن في أمرين، وصايا تربوية ربما أكلمك عنها لاحقا، لكننا أحوج ما نكون للوصايا الإيمانية في هذا الزمان الصعب، كما قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، وكما قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أول ما أوصيك به أن تكثر من الصلاة بالليل من أجل ولدك، كما كان يفعل سعيد بن المسيب رحمه الله عندما كان يقول لولده: يا بني والله إني لأصلي في الليل من أجلك. ثانيا، أكثر من الخبيئات حتى ولو قلت بنية صلاح الولد. أم سيدنا الحسن البصري كانت بتقول له: أتدري يا حسن لما أنت حسن؟ فقال: لما يا أمه؟ فقالت: والله يا بني ما ألقمتك ثدي إلا وأنا على وضوء. يعني كانت تتقرب إلى الله عز وجل بوضوئها عند الرضاعة من أجل صلاح ولدها. وكان سيدنا عبد الله بن الشخير كان يقول لولده: والله يا بني إني لأستكثر من الخير من أجلك. رابعا، أدعو لهم، بل أكثر من الدعاء لهم بنية الصلاح. سيدنا الفضيل بن عياض كان له ولد اسمه علي بن الفضيل، كان علي هذا أصلح من أبيه، لأن أباه كان يجتهد في دعائه من أجله بدعاء جميل حفظته من كتب السلف الصالح. كان يقول: اللهم إني اجتهدت أن أربي عليا فلم أستطع فربه أنت لي. يعني يا رب مش قادر في هذا الزمن الصعب، زمنه هو، فتخيل في زماننا نحن. اللهم إني اجتهدت أن أربي عليا فلم أستطع فربه أنت لي. فكان علي خيرا من أبيه. أخيرا أخي الحبيب، استودعه الله عز وجل في كل الأوقات. استودعه وهو خارج من البيت، وهو عائد من البيت، وهو نائم، وهو يقظان. استودعه الله عز وجل في جميع أحواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أخي الحبيب، احفظ أولادك بالصالحات يحفظهم الله لك حتى الممات.